مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. وفي فيديو اليوم قررت اجرب مطعم فود فورت. لأول مرة راح اجرب هذا المطعم. فبما انه مسوية دايت فقلت خليني عندهم وجبات دايت. فقلت خليني اجرب وجبة الدايت من عندهم. وسلطة السيزر هم ما تأثر يعني على الدايت، فهي تعتبر يعني هم للدايت سلطة السيزر. وأنا من عشاق سلطة السيزر. فطلبت عن طريق تطبيق طلباتي. وهسه وصل الأكل مثل ما تشوفون. طبعا بعده حار. ومتحمسة انه اجرب وانطيكم التقييم. طبعا عنده وجبات دايت 100 جرام وعنده 200 جرام. فأنا طلبت وجبة دايت 200 جرام. اسم المطعم فود فور. فيلا خلينا نجرب. عندي هاي هنا وجبة الدايت. وهذه سلطة السيزر. وهنا الكاتشب والمايونيز. فيلا خليني اجرب. واو، شكلها يشهي. والريحة فتشي. شوفوا هذه وجبة الدايت. تتكون من تمن، طبعا خاص للدايت ما بيه اي دهون. وستيك دجاج 3 قطع. بس هاي القطعة صغيرة يعني. شوفوا 3 قطع ستيك دجاج. وهنا عندي الخضار، بروكلي سلق وجزر، خضار مسلوق. وهنا الليمون لان ويا الستيك طيب الليمون. فخليني هسه اجرب واضحة عليكم. خليني هسه اجرب. اول شي عصرة الليمون على الستيك. خليني اجرب اول شي الدجاج. خلينا نجربه ويا التمن. طيب لذيذ. حبيته. وتتبيلة الدجاج كلش طعمها مميز وعجبني. والتمن هم طيب. هيجي وجبات يعني تفيد للي مسوين دايت، وهم تكون مشبعة، وهم تكون شكلها حلو. و... وتساعد يعني انه تنظم اكلكم. وتفيد هم يعني بنزول الوزن. فمثل ما تشوفون مشبعة وطيبة وشكلها حلو. فأنا أحب يعني وجبات الدايت اللي تكون من المطاعم. بس التمن ملحة قليل يراد له ملح. أما الدجاج لا مضبوط يعني. ويا الليمون فتشي الطعم. أنا أفضل ستيك الدجاج
عن ستيك اللحم. اللحم مو كلش يعني احبه، فالستيك الدجاج اكثر يعني افضله. خلينا نجرب البروكلي. روعة، بس الخضار هم يحتاج لها ملح، اعتقد بدون ملح. بس تتبيلة الستيك، ستيك الدجاج روعة كلش يعني، حبيتها وطعمها مميز. وخالي من اي زيوت او يعني ما بي اي دهون، خاص للدجاج. فهذا اول طبق، حبيته طعمه طيب، وتقييمي إله 8/10. خلينا ننتقل لسلطة السيزر، السلطة المفضلة عندي. مثل ما تشوفون هاي سلطة السيزر، هذه سعرها 6، وكميتها شوفوا كلش هواي كميتها. شكلها يشهي. تتكون من الخس والخبز، خبز التوست المحمص، وقطع الدجاج، والصوص الخاص اللي بسلطة السيزر. فخلينا نجرب وأنطيكم التقييم. روعة صراحة، كلش 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 طيبة، تفوتكم كلش حبيتها. الطعم فشي. لذيذة والله. روعة روعة. الصوص او الصلصة يعني مال الخاصة، شي يسموها صلصة او صوص، الخاصة بسلطة سيزر كلش كلش طعمها طيب، وهيجي حامضة بيها، خالي لها حامض، ويا الدجاج فشي الطعم، فكلش حبيتها. ها وخالي لها هم جبن. روعة روعة. يفوتكم الطعم. فهاي سلطة السيزر حبيتها كلش، وتقييمي إلها 10، شي أكيد 10 يعني ما بيها أي ولا غلطة مثل ما يقولون. الطعم مالتها كلش ضابط. أنا مجربة من عدة مطاعم يعني، بس هذه أطيب شي أجربه. كلش حبيته،
والطعم فد شي. وطبق الدايت هم طيب، بس قلتلكم شوية يحتاج لملح التمن والخضار. فبس هذا كان فيديو اليوم، وهاي تقييمي لتجربة اليوم مطعم فود فورد. الطبق الدايت 8/10، وسلطة سيزر كلش طيبة قلتلكم، فتقييمي إلها 10/10. انتظروني في فيديو جديد وتجربة جديدة. كل مرة راح أجرب مطعم وهم أسوي لكم فيديو، كل مرة راح أجرب أشياء من السوبر ماركت جديدة وأسوي لكم عنها ريفيو. فإن شاء الله تكونون تحبون فيديوهات اللي دا أسويها. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وأحبكم كلش هواي. تابعوني على انستغرام، حسابي أسفل الفيديو، وانتظروني بالفيديو القادم، وباي باي.